اللهم ارحمنا بمحمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولانا يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا مولانا يا أبا عبد الله. فاز والله من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، نفس الفداء نفس الفداء لثائرين في حقه كالليث الوثبات حين يثور أضحى، يقيم العدل وهو مهدم ويجبر الإسلام وهو كسير، ويذكر الأعداء بطشة ربهم. لا الوعظ ينفعها ولا التذكير، وعلى قلوبهم قد انطبع الشقاء. لا الوعظ يبلغها ولا التحذير، فنضى ابن حيدر صارما ما سله إلا وسن من الدماء بحور، فهوى عليهم مثل صاعقة السماء. فالرؤوس تسقط والنفوس تطير بأبي الضيم صال وما له إلا المثقف والحسام نصير. ناداها من فوق الرموح الله يرعاه. جاوبني بالفايزي هذا. هي ناداها من فوق الرموح الله يرعاه. صبري يا خيتي وفوضي أمرك المولى، راسي على راس الرموح الرايح وياك يرعى العايلة ويتنا ليطيحه. قالها يا اختي ولو شفت الحجار صكني دا صبري، وشفتي عصاتي زيد تلعب فوق ثغري. اويلي نادت تعسى اللاب وقام ذاك اليوم عمري، ولا اشوف كيف اهل الغدار بينا يتشفوا. قالها يا استعدي للغضام والهضم قدام،
وبإذنك تسمعين المسبب مجلس العام ويلي. قالها ولازم تدخلين مجلس العام، وبإذنك تسمعين المسب أشكال والوان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا محمد وآله أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أو قال مولانا الإمام الرضا عليه السلام: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه 3 خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه، على محبة المصطفى وآله. رحم الله من يرفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. تقبل الله طاعتكم، وجعلنا الله وإياكم من أنصار مولانا بقية البقية من آل محمد. وهذا يوم الجمعة كما ورد في الزيارة، هذا يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه واللائذين تحت لوائه يا أكرم الأكرمين، بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. السنن في القرآن الكريم وفي الروايات كثيرة، ذكرت في القرآن سنن كثيرة. ما معنى سنة؟ السنة هي، أنا أقصد سنة مو أقصد السنن الشرعية، لا أقصد السنن الإلهية. يعني الله سبحانه وتعالى من سننه الموت، كل نفس شبيهة ذائقة الموت، كل نفس يطلق عليها نفس، كل من دبت بها الحياة شو يسموها؟ نفس، فيها نفس. الآن نحن لما نتكلم عن الذبائح المحللة أو الذبائح أو الحيوانات الطاهرة والحيوانات الغير طاهرة، يعني مثلا عندنا أكو حيوانات دمها طاهر، أكو حيوانات دمها شبيه طاهر، وأكو حيوانات دمها نجس. هاي الدمها نجس شو يسموها؟ حيوانات ذو نفس شنو؟ سائلة. شنو حيوانات ذو نفس سائلة؟ شنو عبر عنها؟ حيوانات ذو شنو؟ نفس. حيوانات عندها نفس، عندها نفس. النبات عندها نفس، عندها نفس. نعم. حيوانات ذو نفس سائلة. شنو يعني ذو نفس سائلة؟ يعني إذا ذبحت تشحط الدم، تنفر. شو يسموها هاي؟ حيوانات ذو نفس سائلة، يكون دمها شبيه؟ نجس. واضح الكلام؟ اكو عندنا حيوانات دمها شبيه؟ يعني حيوانات ذو نفس غير شنو؟ غير سائلة. مثل منو؟ الحية. مثل الحية، حيوان هذا ذو نفس غير شنو؟ غير سائلة. يعني انت من تسحق لك على حية او تريد تذبح لك حية، مثلا نفرض تريد تذبح حية، هل دمها يشخب؟ ما يشخب. يجي محضركم هذا ابو بريعصي كذا، ابو بريص اسمه وزغ مثلا وغيرها، هاي مو ذو نفس سائلة. البقة حشرات، معظم الحشرات. هاي البقة لما هاي طبعا نتكلم عنها، هذا الانسان مبتلى بها لما مبتلى، خصوصا في فترة الصيف، في ايام الصيف. هناك ضربت شنو؟ ضربت ايدك، طلع شنو؟
دم وانت جاي شو تسوي؟ جاي تصلي، او مثلا تلفت ملابسك، هذا الدم من اثر البقع، هذا الدم طاهر لو نجس؟ طاهر. ليش؟ لانها ذو نفس غير سائله. حكم شرعي طبعا، بي كلام بس انا هذا مو محلي، مو وقته. شاهد الكلام، هاي النفس فكل نفس وجب عليها الهلاك، لا بد لها ان تهلك. هاي سنه لو مو سنه؟ سنه. اكو فد واحد شفتوه عمر، يعني بقى ما مات. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض. الكل يصعق، كل يموت، كل يموت. لا بد له، لو يصير عمره 1000 سنة، لو 100,000 سنة، لا بد له أن شنو؟ أن يموت. هاي شو يسموها؟ سنة شنو؟ سنة إلهية. لذلك القرآن الكريم شو يتكلم عن السنة؟ يقول: ولن تجد لسنة الله شنو؟ تبديلا. في آية أخرى: ولن تجد لسنة الله شنو؟ تحويلا. سنة الله باقي. سنة الله شبيها؟ ثابتة. من الميعاد، والله شو يقول عن الميعاد؟ إن الله لا يخلف الميعاد. الله من يقول لك كل نفس ذائقة الموت، خلاص كل نفس على شأنها، وطأ شأنها، عليها أن شنو؟ أن تموت. مثلا الله يقول: كل من عليها، يعني في هذه الأرض، في الكون، كل من عليها شنو؟ فان، عليه أن يفنى. هذا الحجر ايش قد يريد يبقى؟ 1000 سنة، يجي فد يوم شنو؟ يطيح. النخل، الشجر، المدر، غيره، لا بد له أن يفنى، لا بد له أن يفنى. فهنالك سنن، من جملة السنن هي سنة البلاء. سنة شنو؟ خلق الموت والحياة ليش؟ ليبلوكم. سنة. يعني انت لا تتوقع عايش بهاي الدنيا والله ما يبتليك، لا تتوقع هذا الشيء. هاي ثابتة. يعني انت بما معناه شئت ام ابيت يجيك البلاء لو ما يجيك. يعني تريد تكون مؤمن يجيك البلاء، تريد تكون غير مؤمن هم شنو؟ البلاء. تتمرض، تموت، تفقد لك عزيز، تضيع محفظتك، تسرق، كذا. هاي الامور تصير لو ما تصير؟ هاي تصير هم للمؤمن وهم تصير لمن؟ لغير المؤمن. الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: نبلوكم بالشر والخير شنو؟ فتنة. نبليكم مرة بالخير، نبليكم مرة شنو؟ يعني مرات واحد إذا يصير عنده خير، هذا لا يعني أنه شنو؟ مؤمن، مو شرط. وإذا الله ابتلى بالشر لا يعني أنه شنو؟ فاسق. المؤمن والفاسق اثنيناتهم تجري عليهم هذه السنة، سنة بلاء في الخير والبلاء وين؟ في الشر. لذلك القرآن الكريم يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. بعد سنة التداول، احنا مساء سولفنا عنه. سنة شنو؟ التداول. تلك الأيام ايش بيها؟ نداولها بين الناس. مرة واحد يجي من وقت، مرة واحد يتأخر، ذاك اللي يتأخر يجي من وقت، ما شيء. لابد يكون بها تداول هذه الأمور. مرة تكون حاكم ومرة شو تكون؟ محكوم. مرة تكون قوي ومرة شو تكون؟ ضعيف. تلك الأيام، بعد تلك الأيام. هاي يا سنة. ثانية، الأولى قلنا سنة شنو؟ البلاء. الثانية سنة شنو؟ التداول. احفظ. بعد سنة التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا شنو؟ ما بأنفسهم. حرك نفسك، حرك نفسك، الله راح يتحرك يغير أمورك. في الدعاء عندنا شو نقول في الدعاء؟ اللهم غير سوء حالنا إلى حسن حالك. هذا دعاء، بس الله يريد يقول لك تغير
تريد يعني خلينا نقول الله يوفقك، مو انت تارك كل شيء وتريد الله يوفقك، ما تصير. لازم اكو فد حركه، مو عليك الحركه وعلي البركه، مو شي يقولون اهلنا عليك الحركه وعلي البركه. سنه التغيير، الله سبحانه وتعالى ما يغير نسجه. يشوفون الاوضاع اللي عندنا هاي، حسب لو تدعون منا، لو ندعي منا الباج اليوم القيامه، اذا ما نتغير، اذا وضعنا ما يتغير الله ما يغيرنا. نقطه راس سطر، نقطه راس سطر. هذا وعد الهي لو مو وعد الهي؟ وعد الهي. ما نقدر، ما الله سبحانه وتعالى يعطي على السبب. اخواني الله يعطي على السبب، يعني الله يبتلي الانسان بكذا وكذا وكذا لسبب. كثر الفساد في البر والبحر، ليش؟ بما كسبت ايدي الناس. الله اعطانا سنن، قال هاي السنن اللي خالفها راح يظلم، بالتالي يظلمني لو يظلم نفسه، يظلم نفسي. وما ظلمناهم وكانوا انفسهم يظلمون، انفسهم يظلمون. بعد هاي سنه خطيره. شنو هي؟ سنه الاستدراج. اعوذ بالله نستجير بالله، اعوذ بالله نستجير بالله. صلوا على محمد وآل محمد. الله تعالى يقول وأملي لهم إن كيدي متين. وشنو؟ وأملي لهم إن كيدي شنو؟ متين. شوف هسه واحد يقول يعني الله يكيد للإنسان. الله نعم يكيد للإنسان. شلون يعني يكيد للإنسان؟ يعني أضرب لك في المثال، مرات رب العالمين يقول يخادعون الله. طبعا اكو امثله كثيره هسه يجيني. مرات يقول يخادعون الله وهو شنو؟ خادعهم. واحد يقول يعني الله يخدع؟ الله هنا متخذ مبدأ شنو؟ من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما شنو؟ هذا يسمونه العذاب او البلاء من جنس العمل. يعني شنو البلاء من جنس العمل او العذاب من جنس العمل؟ يعني مثل عندنا بالروايات المتكبر يوم القيامه الله يخليه صغير جدا، صغير جدا، ويدوسون عليه اهل المحشر. ليش اخواني الله يخليه صغير؟ صلوا على محمد وآل محمد. المتكبر ليش الله سبحانه وتعالى تقول الروايه يخلقه كالذر، يصير حجمه قد الذر، يعني مثل النمله، فيدوس عليه اهل المحشر. ليش؟ لان هو بعالم الدنيا كان يشوف الناس شنو؟ صغار، وهو الاكبر من عندهم. عندنا بالروايات المنافقين يوم القيامه الله لما يقول للملائكه يقول لهم يلا اخذوهم الى مقرهم، الى مكانهم، ياخذوهم فيتعجبون انه رايحين للجنه، يشوفون باب الجنه كله ورد وكذا، فلما يفتح الباب يشوفونه شنو؟ مو باب جنه، وانما هذا باب من ابواب شنو؟ النار. ليش؟ لان هم كانوا في دار الدنيا يظهرون شيء وشنو؟ ويبطنون شيء. ظاهرهم زين، باطنهم شنو؟ مو زين. الله يقول لهم العذاب من جنس العمل. مثل ما انتم تتعاملون ويا الناس بهالطريقه، تشوفكم ظاهرا زين ومن الداخل انتم كله حقد وكله يعني بغضاء واجرام، كذلك يوم القيامه تشوفون مكانكم او نتيجتكم يوم القيامه تشوفونها شنو؟ زينه وكذا، لما تدخلون داخلها راح تشوفون حقيقه اعمالكم وقسمة سواها. الله سبحانه وتعالى يحاسب. فهاي اخواني سنة الاستدراج. اعوذ بالله. الامام سلام الله عليه، امامنا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول اذا رأيت الله سبحانه وتعالى يتابع عليك البلاء وقد اعطيت النعمة، الله انطاك نعمة وهاي النعمة ما قدرتها، فاعلم ان ذلك استدراج.
فاعلم أن ذلك شنو؟ يعني أنت مو مثل مو زين وكذا والله يدر عليك بالنعمة تقول أنا الظاهر أنا كل شيء ماكو، أنا جاي أسوي المعاصي بس الله مداريني ولا كان شيء، لا يعطيني البلاء لا هذا. هاي يسمونها السنة شنو؟ الاستدراج. شلون السيدة زينب شو تقول ليزيد؟ تقول له فلما صفى لك ملكنا وسلطاننا. انت تتصور لما قتلت اخوي الحسين وانت صرت خليفه، تتصور هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى؟ انما نملي لهم ليزدادوا شنو؟ اثما. قال لك ترى الله ينطيك لان انت اختاريت هذا الطريق، فانت لا تفرح انت يعني احسب لك على خير يعني، لا ابدا. كم سنه ذكرنا هسه؟ سنه البلاء، سنه التداول، سنه التغيير، وسنه الاستدراج. بعد عندنا سنه شنو؟ التدافع. هيا سنه خامسه احفظوها. سنه التدافع. شنو التدافع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت شنو؟ الارض. شنو يعني دفع الناس بعضهم ببعض؟ بعض الاحيان شلون الامام الرضا عليه السلام، اعتقد الروايه عن الامام الرضا يقول ان الله جعل الزيديه في اخر الزمان وقاء لشيعتنا. الان حوثيين زيديه، مو شيعه 12. طبعا احنا ماذا ايش نحكم ذولي؟ نحكم انهم ليسوا على خير اقل التقادير يعني ذولي خلص الى جهنم يجهن بعد طقه ما بي شيء. هذول ينكرون الائمه، يعني الامام الباقر فما فوق ينكرونه. هسه اذا انا اتكلم عن الزيديه، هسه اللي يرجع هذول اللي جاي يقاتلون يرجعون الى الله ويتبعون بقيه الائمه سلام الله، يكونون ائمه شيعه 12 فماكو مشكله. اما اذا بقوا على عقيدتهم وهو شنو؟ زيديه، يتبعون زيد ابن علي تاركي الامام الباقر والصادق والائمه من بعده، هذول بنص وباعتقادنا انهم هؤلاء شنو؟ هؤلاء خرجوا عن المذهب، ليسوا بشيعه، يعني خلاص الى جهنم نقطه راس سطر. مذهب والمنبر ما بمجاملات. الإمام يقول، الإمام سلام الله يقول في آخر الزمان تكون الزيدية وقاء لشيعتنا. هسه هم اللي يعني مصدين لهذا الأمر. طبعا أكبر كلام بعد طويل يروح محله، ولكن ليس كل ما يعرف شنو يقال. طبعا مو فقط الزيدية، خلي في بالك الإسماعيلية، الأفطحية، هذول اللي هم غير الاثنى عشرية، يعني اللي ينكر لإمام واحد فهو ليس بشيعي، لأن إذا يكذب لإمام واحد يعني كذب رسول الله. اللي يكذب رسول الله يعني كذب منه الله، باعتبار النبي ياخذ الكلام منين؟ بعد لا ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحي يوحى. زين. هسه يا سنة خامسة. السنة السادسة اسمها سنة الجزاء. شنو يعني سنة الجزاء؟ يعني الله سبحانه وتعالى إن الله لا يضيع أجر أو لا يضيع، نعم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هاي واحد. اثنين، ومن يعمل مثلا، نعم، سنة الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله يقول لك جزاءك ولو كان بمقدار الذرة، تشوفه يوم القيامة لو ما تشوفه تشوفه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هاي سنة شنو؟ الجزاء. بعد عندنا سنة النصر للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينصر أولياءه ولو كانوا قلة. وكم من فئة قليلة غلبت فئة وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بإذن الله. الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
يقول إن تنصروا الله ايش بيه؟ ينصركم ويثبت أقدامكم. وما النصر إلا من عند الله. النصر من عند رب العالمين. بعد سنة هلاك الظالمين. الظالم لا بد له أن يهلك، ويهلك بذله. هم بعد يهلك شنو؟ بذله. يعني مثلا هدام شلون هلك؟ ذله بالحفرة اللي يقول. مثلا عندك فرعون قام يستنجد وين؟ بالبحر. عندك منو؟ النمرود طالع على أساس كاظ القوس، يريد يتصور أنه الله سبحانه وتعالى وين؟ في السماء، ويريد يضربه بالقوس. الله دز له بقه بعوضه في بعض الروايات. دخلت وين؟ بأنفه. طبت بخشمه، بس قام يهمش، يريد أنه في واقع الأمر يريد يعني يلزمها أو كذا. بعد قام تسحكه، طاح من فوق القصر مالته وهلك. المتوكل ابنه قتل أخوه. شو تقول الرواية؟ أخرجوا لحم المتوكل من كؤوس الخمر كان يشربوا. الظالم لابد الله سبحانه وتعالى من يهلك هلاك فيه شنو؟ فيه ذلة. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك. هيك الله ياخذ الظالمين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي شنو؟ وهي ظالمة. يعني وهم جاي يمارسون الظلم الله ياخذهم ويعاقبهم. هاي سنة شنو؟ سنة هلاك الظالمين. لا بد للظالم أن يهلك. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. بعد عندنا سنن أخرى طبعا، هاي بالنسبة للقرآن الكريم. مثل الحديث الذي ابتدأت به عن مولانا الرضا سلام الله عليه. إمامنا الرضا يقول لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه 3 خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه. قال له يا ابن رسول الله وما هي السنة التي من ربه؟ قال كتمان السر. مو كتمان أي شيء، كتمان شنو؟ السر. قال له يعني شلون؟ قال لهم الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب لا يظهر على غيبه. لا يظهر يعني جاي يكتم الأسرار. بعض الأسرار مو كل شيء يقوله رب العالمين. لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى من رسول. مو كل شيء يظهر، ومو لأي واحد يظهر إلا من رسول. فأنا أكو فد أسرار الآل محمد، أكو أسرار عندي، أكو فد أسرار أنا اكتشفتها. مو بالضرورة أن كل واحد لازم أقول له أنا أعلم كذا. كما يقال ليس كل ما يعرف شنو يقال. أكو فد أمور ما تنحكي. هذا المعلى ابن خنيس قال له الإمام خادم عند الإمام، قال له الإمام لا تظل تتحكي بفضايلنا يعني وقدام العامة. ذول العامة ما يتحملون. أخاف أن يطالك الحديد، أخاف يقتلونك. ما أخذ الحكي. هذا اللي يقول الإمام باقر، يقول له يا ابن رسول الله هذول مسودنين يعني بالأئمة، يحبون الأئمة يعني ما عنده. يجي واحد الإمام باقر يقول له مولاي العلم اللي بصدري أنا ما أقدر أضمنه، لازم أحكي فضايلكم ليش لازم أحكي. يقول له الإمام احفر لك بير ودنق بالبير وقول قال الصادق قال الباقر، ولا تحكي ولا يقتلونك. هالشي. المهم شلون هذا اللي يسولفون للإمام الصادق يقولون له يا مولاي هذا واحد قالوا له تبرأ من علي بن أبي طالب. قال لهم ما أتبرأ من علي بن أبي طالب لو تنقلب الدنيا هسه. قاموا قتلوه.
قالوا له واحد اجى الثاني قالوا له تبرأ من علي بن ابي طالب، قال لهم برئت من علي بن ابي طالب. هذا تركوه. ايش قال الامام سلام الله؟ ايش قال لهم الامام؟ قال لهم اثنيناتهم على خير. اثنيناتهم على شنو؟ على خير. قال لهم بس هذا اللي انقتل تعجل الجنه. هذا يريد يروح للجنه، يدري اذا انقتل يروح وين؟ للجنه، تعجل الجنه. والذي تبرأ من علي بن ابي طالب باللسان هذا شنو؟ الاول تعجل الجنه والاخر فر بدينه. هذا فر بدينه. خب هو الله سبحانه وتعالى ياخذ على لفظ اللسان العقيده باللسان، لو العقيده وين؟ بالقلب. بس هو هذا يريد يخلص شنو؟ يريد يخلص نفسه بالتالي. فهاي سنة من شنو؟ من ربه، وهي كتمان السر، مو كل ما يعرف يقال. بعد وسنة من نبيه، قال الإمام يعني مداراة الناس. مداراة الناس. لذلك القرآن شو يقول؟ خذ العفو. يقول النبي خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. 3 شغلات يقول النبي. خذ العفو وأمر بالعرف. طبعا العرف أي عرف؟ أي عرف؟ لو العرف العقلائي. يعني خلنا نقرب لك المسألة أكثر. احنا عندنا البنت تبلغ. شوف هاي أنا هواي أشوفنها يعني، ولو هسه الوقت أدركنا، هواي أنا أشوفنها يعني يشيعون علينا بقضية قانون الجعفر، يشيعون علينا أنه ذولي كذا وكذا وكذا يزوجون القاصرات وكذا. يعني أحاول إن شاء الله دقيقتين 3 أسولف بها هاي القضية. إخواني أول شيء إحنا ما قلنا البنية يصير عمرها 9 سنوات وتتزوج. إحنا قلنا شنو؟ تبلغ بمعنى راح بعد ينفتح عليها كتاب شنو؟ الصلاة والصيام والزكاة وهذه الأمور. يعني تبلش بالعبادات، مو تبلش تتزوج قبل. زين يعني واحد هسه يقول يعني إذا واحد عمرها 9 سنوات ما يصير تتزوج؟ لا مو هاي القضية. هنا نرجعها علما. رجعها علما للعرف. ليش؟ لأن الشرط شو يقول؟ أكو عندك شرطين غير البلوغ بالنسبة للزواج. احنا قلنا البلوغ على مود تصلي والصوم وتعبد يعني وتتحجب وهذه الأمور. واضح شلون؟ أما قضية الزواج لا، الزواج ما مرتبط بهذا العمر. يعني شنو؟ أولا يجب أن تكون بالغة جسديا. أكو مثلا بنت عمرها 9 سنوات. أنا ذاك اليوم أحد الأساتذة شرح لي هذا الموضوع صراحة. قال لي أكو عندنا بنات يعني مدرس معلم يقول ما شاء الله تشوفها عمرها 9 سنوات 10 سنوات، بس نتبع لها يقول لك عمرها 17 سنة 18 سنة. جت له مو بس هاي تملك عقل ما شاء الله، يعني تحسها واعية. طبعا هذا كله ثمرة شنو؟ البيئة والأهل. أكو ناس يعني مربين بيتهم خلينا نقول من 7 سنوات أو كذا معلمينها على الحلال والحرام، شلون تتعامل كذا. هاي إذا مكتملة جسديا ومكتملة عقليا، وبالتالي هنا بنرجع للآخر شيء شنو؟ أنها مكتملة بسن البلوغ. هاي تقدر تتزوج؟ نعم. إذا العرف الأهل شافوها أنها مناسبة للزواج فخليها تتزوج. راح أقرب لك المعنى أكثر بمثال آخر. لو فرضنا بنية عمرها 18 سنة وما مكتملة جسديا، يعني أكو بنات عمرها 18 سنة بس هي ناعمة بحيث إن تباوع لها كانها عمرها 9 سنوات. أكو لو ماكو؟ أكو موجود. هي ناعمة البنية مثلا، زين، ما مكتملة جسديا وحتى عقليا هم ما مكتملة. يعني لا تعرف تتعامل مع الزوج، لا تعرف يعني هذه الأمور كلها ما تعرفها. هذه أنت فعلا هاي إذا زوجتها ولو عمرها 20 سنة إذا زوجتها أنت مخطئ بزواجك، مع العلم عمرها شنو؟ 20 سنة وهي ما مكتملة عقليا، ما فاهمة الحياة. واحد يقول الآن احنا في زماننا هاي هواي. احنا الآن جاي نقول احنا ما جاي نقول الواحد خليه يزوج أول ما تبلغ يزوج بنته. مو هيك الحكي اخواني. هذا الشايع الآن جاي يشيعون علينا.
احنا ما جاي نفتي انه اذا صار عمرها 9 سنوات تزوجها، لا، احنا نقول لك خليها تتعلم، خليها كذا، خليها كذا، ولكن لظرف ما. لو فرضنا هناك ظرف، اكو ظروف تصير مثلا، او مثل حالات خاصه، بنيه مكتمله جسديا مكتمله عقليا وبالغه بعمر 9 10 سنوات، ممكن؟ اي ممكن. الاسلام يقول لك اذا هذين الثلاث شروط موجودات، اذا يختل شرط واحد ما يجوز لك ان تزوجها. فهنا نرجع بها علما للعروف. واضح الكلام شلون؟ حتى بقضيه الولايه اخواني، ولايه، هسه احنا مو عندنا الولي الاول من خلينا نقول الاولويه علما بالولايه، الاب لو الجد؟ الجد. نفرض الجد، انا راح اتكلم يعني هيك بصوره عامه، يعني لو فرضنا الجد مخرف مثلا، او سفيه مثلا، او ما يعرف شنو يقول مثلا اكو تصير له ما تصير؟ تصير. والاب موجود، احنا نقول للجد، نقول له انت بعد رايك او ولايتك سقطت على البنيه هاي. لو فرضنا الاب كذلك، نشوف الاب ايش بيه. الاب ايضا نقول له انت يابا ليش ما زوجت بنتك؟ قال انا ما ازوج بنتي الا الواحد مثلا طبيب. يابا ما حصلنا طبيب، شلون؟ قال ما تبقى عانس ولا ازوج طبيب. نقول له هذا عرفا رايك غير عقلائي. جايك واحد عنده دين وعنده اخلاق، وهاي من جاءكم ترضون دينه وخلقه فشنو؟ فزوجوه. زين، هذين الاثنيناتين جايك بيهن، وانسان خلينا نقول جايب علاقه البيت، حالته متوسطه، خلينا نقول يعيش بنتك، يعيشه، يوكلها ويشربها، ويعني حال البنات. اما على قولت قبل كم يوم انا شفت مقطع فيديو لاحد الفنانات، هاي المتزوجه 4 مرات و5 مرات، ها، يسالها هذا، يقول لها انت اذا يجي لك واحد راتبه 2,000,000 تقبلين بيه؟ قالت له 2,000,000؟ شنو 2,000,000؟ وين اوديهن ذني؟ ها، قالت لا هاي انا بالشهر ما تكفيني، 2,000,000 بوحدها ما تكفيني. هسه هاي اذا مو زين، اذا تبقى عانس مو احسن لها؟ شنو هاي النمونات؟ شنو ذني اللي قدوات ذني؟ بعض النساء يسمعن بيه يقول اي والله صدق، شو احنا زلمنا ما ينطونا، ما كذا، ما مطلعيننا، ما كذا، ترضين تصيرين مثل هاي؟ شنو هي هاي التافهه هاي؟ من واحد يختار قدوه او البنيه تختار لها قدوه، خلي تختار لها قدوه مؤمنه. لا تضيعين، هسه احنا على الفضاء يعني، لا تضيعين حياتك وتردين تصيرين مثل الممثلات، تردين تصيرين مثل المشتهرين، مو المشهورين، المشتهرين اغلبهم يا مطلقه يا كذا، متزوجه 3 مرات 4 مرات وغيرها. ليش؟ لان هاي تشوفها لما تشوف الزوج انه عليه ان يشتغل ليل نهار حتى يكمل رغباتها، فقط يكمل رغباتها. واذا قال لها انا ما اعطيك كذا وكذا وكذا، قالت طلقني مثلا، او وديني البيت اهلي، او من هذه الامور، او ما يعجبها او تزعل او الى اخره. فتشوفون ذولي حياتهم بهالطريقه عايشينها. شاهد الكلام. هاي يا سنة، احنا وين وصلنا؟ سنة من نبيه، مداراة الناس، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ما لك علاقة يا رسول الله، هذا الحكي ما يعجبهم، ما لك علاقة بهم يا رسول الله. بعد الثالثة حتى نختم، وهي شنو؟ وسنة من وليه، قال الصبر في البأساء والضراء. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصابرين في البأساء والضراء. احنا قلنا بالبداية لا تتصور حياتك كلها تكون وردية، لازم فد يوم من الأيام تصير رصاصية، لابد. الذين إذا أصابتهم مصيبة شنو؟
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إلا تصيبه مصيبة يكون هكذا يكون المؤمن، لأن الإمام هكذا يقول: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه 3 خصال، اللي هن ذن الثلاثة اللي أنا قلت بهم. الصبر من عندهن. لذلك احنا نشوف السيدة زينب سلام الله عليها يسموها جبل الصبر. السيدة زينب عليه السلام تروح لأخوها الحسين ليلة 11 من محرم، كلهم متوقعين من زينب أنه تدق على رأسها، تشق ثوبها، تجزع، يعني تطلع عن طورها بتعبيرنا. تجي لمولاي أبي عبد الله الحسين، تاخذ الحسين، تحط إيدها تحت صدر الحسين وتقول: اللهم تقبل منا هذا القربان، اللهم تقبل منا هذا الأضحى. زينب يأخذونها قبل لا تروح للشام، خذوها إلى الكوفة. بالكوفة كان هذا يحيى المازن يقول: جاورت عليا 4 سنوات فلم أرى لزينب شخصا ولم أسمع لها شنو صوتا. زين هناك وصل النداء، قال لهم: ترى اللي ضامها عليكم علي بن أبي طالب 4 سنوات، الآن جاية هي وبنات علي للكوفة، اللي يريد خليه يجي يشوف، اللي يريد خليه يجي يشوف. طبا بنات علي للكوفة، وإذا بهن نسوان الكوفة، أطفال الكوفة، يجيبون الخبز اليابس، يجيبون التمر اليابس، وينطون البنات الحسين وأخوات الحسين. أم كلثوم نظرت بدأت تأخذ هذا الطعام، تقول لهم: ويلكم إن أهل بيت لا تجوز علينا الصدقة. قالت: إشمال الناس تتصدق علينا ويخسل، قال لن غايب ولينا يظل كل سنة يروح ويجينا، وحساف الزمان الخام بينا ولينا نذبح واحنا نسبينا. دخلوا إلى الكوفة، إلى خريبة الكوفة. لما دخلت بأبي وأمي حطت علوية على الباب، قالت لها: علوية لا تخلين وحدة تطب علينا، ها خاف واحد من الجيش يجي، لا تخلين واحد يطب علينا، بلغينا إذا يريد يطبها. صاحت زينب والدمع سجاب، قوم انا وياي نبكي على الاحباب. قامت قعدت وحده على الباب، ولن عجوز محنية ظهر زين، والله صاحت وحياة الله وحبيبه أنا لزينب شريكة بهالمصيبة. لا تحسبون حساب الغريبة، قامت بلغت 6 النساوي، قالت هاي خل تدخل علينا، هاي منين جنها تعود لينا. طبت سلمت قعدت حزينة، تقل لقى العقيلة امتي منين، تقل لقى يا حرة منين جيتي. صاحت يا مكبر رزيتي، انا الضيب مسلم ببيتي. انت طوعة يا انا طوعة، اي والله انطر قلبي العقيلة وما عمام. وصاحت صوت يا ولي بلاه، قوم نساعد نغضاي طاعة. سمعن هاي طاعة، قامت حميدة بنت مسلم قالت: بيت مسلم حميدة قبرت ليقى، تقل لقى وجت ما بين دقيقة، تقل عمي يطاح شيلي حاله. بيت الدعاء: عمي يطاح شيلي حاله
من طاح ياخذ تدناله غسلوا عنا القاية يا شالك. إلهنا وفقنا، إلهنا ارحمنا، إلهنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا كريم. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجة شافي مريضه يا كريم، إلى شرف النبي وآله، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والسادات ومن مات على الإيمان، بالأخص إلى أموات السامعين الجالسين المؤسسين، موتاي موتاكم بالخصوص، إلى من اجتمعنا لأجله المرحوم أبو مشتاق بالجنة والمغفرة والرضوان، رحم الله من ذكر الجميع وأهدى لهم الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.